السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. توحشناكم. شحال هادي ما حطيت في يوتيوب، كنعتذر منكم بزاف بحكم انني كنكون شويه مشغول. داكشي علاش بالنسبه لليوتيوب ما بقيتش كنحط فيه، ماشي ما بالنسبه ملي كتكون عندي خدمه بزاف راه كنحاول ندير لكم مثلا روتين ولا هذا، ولكن بعض المرات ما كنكونش مسالي، كنكون يعني مشغول وهذا سميتو. المهم بالنسبه ان شاء الله هاد الفتره هذه راه ما حطيتش لكم هادشي ديال، يعني ما صايبت لا بوش لا حتى شي حاجه. كي قلت لكم كنت شويه مشغول، ولكن انا اصلا خصوصا هاد العام ما دايرش كاع في بالي بالنسبه للسنه الميلاديه، يعني بالنسبه لداكشي اللي كيتصايب فيها ما حطيتوش في بالي. ثاني حاجه هو انه بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا يعني كيجيو طالبيات على المؤسسات وهذا، كلشي غادي يقول لي حكا راه سبقتي رمضان وهذه، ولكن داكشي راه دغيا كيدوز. يعني حنايا دابا في رجب شعبان، الناس اللي كيكونوا خارج المغرب من هذا المنبر هذا راه كنقولها لهم تواصلوا معايا في الواتساب. الرقم ديالي كنخليه لكم في صندوق الوصف. الناس اللي كيكونوا باغيين مثلا المؤسسات او هذا راه كناخذ لي كوموند يعني على مده شهر ونص، شهر بحال هكاك، باش يلا بحكم ان كيكون الوقت كيكون بزاف ديال الحوايج. يعني ملي كيقرب رمضان يلا كنبقاو كنكونوا سالينا، يعني تقريبا رمضان يلا كتبقى لي يعني نهار اولا يومين كنكونوا حنا سالينا مع الناس ديال الخارج. يعني راه ما يمكنش غادي يقدر قليل اللي كيكون مثلا الطلبيات ديالو كيكون باغي ياخذ كوموند ديال توصل في النص ديال رمضان او لا هذا، حنا كنديروا بحق الترونسبور باش كيقدر يوصلك داكشي مقاد ومزيان. المهم بالنسبه للناس اللي كيكونوا خارج المغرب راه نتوما عارفين يعني كيتقداو من عندنا، راه لا كوموند راه كتوصلهم في الوقيته ديالها وكتوصل بطبيعه الحال مقاده. ثاني حاجه هو انه بالنسبه لواحد القضيه، الحصص التكوينيه اللي غادي يقدر ابراهيم يتعلم منها. شوفوا ملي كتكون شي حاجه كنحطها لكم في اليوتيوب بالنسبه باش نقدر ان شاء الله كفكره جاتني بانني باش غادي نشوف واحد اللوكال ان شاء الله. المهم غادي نشوفوهم باش نقدروا نديروا لكم واحد الفورماسيون ديال لا كويزين، داكشي ديال سيرفيس ديال التريتور. الناس كيطلبوهم بزاف بحكم انني ملي كندخل الانستغرام الناس كيبغيو يعمروا وقتهم بهذا الشيء، خصوصا الموظفات، خصوصا الناس اللي كيكونوا باغيين يديروا يعني بروجي. وثاني حاجه راه حتى بالنسبه للحصص اللي كنقري الدراري اللي هما كتكون مقترنه بالستاج. شحال من واحد كيعيط ليا كاين اللي ما كيبغيش يستاجي، يعني ملي كتبغي تدخل دير حيت ما كاين فرق ما بين التكوين المهني اللي كتخرج كتقرا او لا مثلا شديتي باك كتبغي دير تكوين مهني كتقرا العام الاول والعام الثاني. المشكل الوحيد اللي كيطيحوا فيه الدراري هو انهم كياخذوا داك الدبلوم كيديروا عليه دراسه، ولكن راه ملي كيخرجوا للستاج ما كيقدروش. يسمحوا لي نقص لكم الموضوع، ما كيقدرش يعني كيجي ستاج يعني صعيب، شي حاجه اللي صعيبه ما عرفتش علاش. يعني ستاج يقدر يخدم 8 السوايع حتى 9 ديال السوايع، ولكن راه هذاك راه المسار ديالو هو كيحققو بيديه وكيحاول يشق واحد الطريق اللي غادي يبقى يخدم بدوك السوايع ديما. هو كيسحاب لي صافي راه بالنسبه كيجي كيقرا مثلا داك في الصباح كيدير ديك الحصه كدوز واحد لومبيونس كيدوزو مع بحال كنخدموا بحال العائله. ولكن راه منين كيخرج للخدمه حنا راه كنعرفوا على برا كيكون الصالح والطالح، يعني ماشي اي واحد كيبغي لك الخير وماشي اي واحد غادي يقول لك ها انت هذه تقدر ديرها تقدر ما ديرهاش. راه ملي كتبدا الخدمه راه كتمشي في الصباح اما مع 6 الصباح 7 الصباح 8 ديال الصباح خصك تكون بري يعني واقف في البوست ديالك، يعني ماشي 8 الصباح يلاه انت غادي تمشي غتقول لي داكشي ديال المدرسه لهذا لا. دونك هاد القضيه هادي كنلاحظها بزاف، يعني بالنسبه لي انايا كنقري الدراري وكنشوف هاد القضيه هادي بزاف. كاين اللي تبارك الله عليه كيتونجاجا دغيا مع الخدمه ما عندوش مشكل مع الستاف اللي كيخدم معاهم، حيت كاين بنان اللي مزيان وكاين اللي ما مزيانش. كاين اللي غادي يقدر يعاونك في الاول يقدر ما يقدرش يعاونك، داكشي ديال هذا يشري الاخر في الصداع وهذه. شوف راه اي خدمه كاين فيها هذه، يعني ما نحاولوش نزيدوا تولي عندنا واحد المشكل من هذه القضيه هذه. يعني ما حدك انت خرجتي تخدم راه ضروري غادي تلقى واحد الضغوطات من واحد البلاصه، ولكن راه ماشي بزاف.
يعني كيكون اول حاجه الاحترام، كتكون انت اصلا كدير خدمتك كامله على اكمل وجه باش الانسان ما كيقدرش يهضر عليك. وفي نفس الوقت انت كتقرا وفي نفس الوقت كتستاجي وكتعلم. يعني ملي كضرب مع دوك الناس او ديك البلاصه اللي كتمشي لها كضرب واحد شهر، يعني راه صافي، راه اون فوا كيعيطوا لك كيقول لك اجا سيدي تخدم معنا ما عليناش. بالنسبه كيف قلت لكم التكوين، انا راجع لكم لهذا الموضوع هذا. بالنسبه للتكوين ان شاء الله راه غادي نشوف واحد عندكم ندير لكم لانونس. انا علاش كنقول لكم هذا؟ باش كنعطيكم داكشي اكزاكت، انا ما غاديش نكذب عليكم، باش نقول لكم ها فوقاش والنهار اللي غادي نقدروا نديروا هاد الحصص اللي غادي تكون ان شاء الله اللي غادي يستافد منها كل شيء. كاين كيكون عنده مثلا مشكل في شي حوايج او لا هذا، ولكن ملي كتشوف في البراتيك راه انا كتستافد حتى الجو ديال كل حاجه، يعني كتستافد منه ما عليناش. دونك حنايا هنايا صافي وصلنا لهاد القضيه هذه، شرحناها. نرجعوا لكم كيف قلت لكم، يعني بالنسبه الناس ديال التكوين المهني، يعني هذه نصيحه اللي مقبلين باش يتقيدوا في واحد المدرسه، ما يتقيدوش فيها باش يتعلموا هذيك الحاجه نهار واحد، او لا مثلا هذاك الشيء ديال لي كور بروفيسيونيل، الناس اللي كيكونوا عندهم اكسبيريونس حتى لا داروا واحد او لا يومين مثلا ديال كيك ديزاين او لا هذا، راه جات معاهم عارفين بزاف ديال الحوايج. اما بالنسبه لك انت كمبتدئ باش تقدر ديرها غادي تستافد منها، انا متفق معك. كاين شي وحده اللي غير تعلموا الكيك ديزاين مره جوج وثلاثه صافي ولاو كيتقنوا كيخرجوا ككوموند يعني عندهم في الدار او لا هذا. ولكن الناس اللي باغيين يخدموا في الفنادق الكبرى، اللي باغي يخدموا في المطاعم، اللي باغي يخدموا في هذا، يعني ضروري سيدي خاصك تشد ديبلوم وفي العام الاول خرج ستاج. الا ما ستاجيتيش راه ما درتي حتى شي حاجه، حيت مع الستاج راه ماشي هو الخدمه، حيت مع الخدمه على برا في اوتيل او في فندق او في هذا او في ريستورون او لا في هذا، راه ماشي بحال الخدمه اللي كتكون انت خدام في الدار او لا خدام معانا. هي فعلا الخدمه شويه صعيبه بحكم انك انت كتمشي يعني مكلف، كتقدا كتمشي تجيب مثلا بزاف ديال الحوايج، خص هادي كتوقف على داكشي بيديك وبرجليك. ملي كتخدم انت في الاوتيل كتمشي كاينه ليكونوما، كتمشي كتجبد السلعه كاينه، كتقيد انت داكشي اللي غادي يخصك، كلشي كيجي يعني كل واحد مكلف عنده لي طاش ديالو، مكلف بكل حاجه. يعني كيجي الفورنيسور كيجيب داكشي السلعه كامله على اكمل وجه. القضيه اللي كتكون عندك انت هو انه كتكلف داك البوست ديالك، والناس اللي معاك راه كتحكمهم وكتعطيهم لي طاش اللي باغيين يديروا. دونك هذا هو الخلاصه القول، يعني النصيحه ديالكم، النصيحه ديالي منكم لكم نتوما عفوا. صافي ديك الساعات راه غادي تشوفوا علاش كنقول لكم ستاج من الاول، راه من تما غيبان لكم غادي يبان لكم العربون. يعني راه ما قديتيش على الدومين راه ما تقدرش تزيد فيه، يعني ما قديتيش على الدومين او سواء كويزين او باتيسري ما غاديش تقدر عليه. علاش كنقول لكم هاد القضيه هادي؟ مع الدراري كنت قريتهم العام اللي فات تبارك الله، راه يعني مشاو حتى على برا ديبلوم كيكون معترف به ديال التكوين المهني، وكيتيحوا لكم بزاف ديال الفرص. هاد القضيه هادي راه كاينه في المغرب كامل، خاص الانسان يقلب وديك الساعه يكون خير. عكس الناس الكبار راه ما كيكونوش يعني حد ديال 30، يعني ملي كتكون 30 كتبقى حصص اللي اما انت كتكون موظف او خدام في واحد الشركه او خدام في هذا سميتو، كتبغي انت غير مولوع بداك الفن ديال لا كويزين او ديال لاباشيس، كتبغي تستافد منه لدارك او العائله ديالك، جات عندك شي عراضه كتبغي تطبقها. ودابا راه اليوتيوب راه تبارك الله فيه كلشي، ولكن كنقول لكم من افضل البراتيك كيكون يعني شي حاجه اللي كتكون زوينه. شحال من واحد خدام موظف ولكن ملي كيشوف راسو كيتقن هذا الشيء، يعني كيرتاح حتى من ديك الوظيفه ديالو، خرج لهذا الدومين هذا وعطى فيه اكثر. يعني الحاجه اللي كنقولها لكم اللي كتعطيو فيها اكثر ما تحاولوش تستهانوا بها، عطيو فيها بزاف ديال الحوايج وربي غادي يوفقكم. كاع اللي قلبهم مزيان كيف كنقول لكم راه ما غاديش يحشموا الله، وربي بطبيعه الحال ملي كيشوف كدير واحد المجهود كبير ضروري كيعاونك، ولكن خصكم شويه الصبر. حتى شي واحد ما كيجي وكيطلع غير هكاك، اللي كيجي وكيطلع غير هكاك دونك راه كاينه شي حاجه. اما بالنسبه ضروري خص شويه ديال الصبر وربي غادي يوفقكم. المهم كنقول لكم مرحبا بكم، واي سؤال اي استفسار واخا زربت عليكم هذيك القضيه ديال رمضان، ولكن انا عارف شنو كندير. كنكون حاط البروغرام ديالي ديال كل حاجه، وانتم غادي تواصلوا معايا. الرقم ديالي راه كاين في صندوق الوصف،
بالنسبه لاي خدمه شي واحد باغي يخدم اولا شي حاجه، دخلوا للانستغرام ديالي، انا حط راه لو لين كان في الاخر ديال لاباج، اولا نحط لكم صندوق الوصف. راه كان في الستوريات كنحط مثلا الناس ديال الرباط بطبيعه الحال، اولا مراكش، اولا هذا بعض المرات الناس اللي كنعرف راه كيكونوا خدامين زوينين، الناس اللي عندهم ديبلوم. حنا دابا كنرجعوا للدبلوم، يعني باش تدفع السي في ديالك كتكون عندك بطبيعه الحال واحد كتكون عندك واحد الاكسبيريونس اولا واحد التجربه باش كتقدر تخدم. نتمنى ان شاء الله الفيديو هذا يكون خفيف عليكم، وان شاء الله نسالي عليا شي خدمه وانا معكم، بارطاجي معكم شي حاجه اللي غادي تكون بسيطه وسهله. كنقول لكم مرحبا بكم، شكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم. قلت لكم واخا تعطلت عليكم في الفيديو، الى فيديو ان شاء الله واحد اخر، ومرحبا بكم.